بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشكلة خطيرة عاوز أتكلم مع حضراتكم فيها، وأمر ضروري جدا إن أنتوا حضراتكم تعرفوه، وبإذن الله ينتفع بيه كتير من إخواتنا اللي على القناة ويبلغوه للناس. أخت فاضلة طبيبة من ليبيا، طبيبة أمراض نساء وتوليد، كلمتني من قبل العصر النهاردة. قالت إنها وهي في غرفة العمليات بتعمل عملية توليد لواحدة من النساء، الدكتورة حست بسخونة في جسمها، وبدأ جسمها فجأة يتصبب عرق شديد جدا بينزل منها. وبعدين كانت يعني قربت ان هي مش قادرة تكمل العملية للست. وبعدين لما خلصت العملية لبست البلطو بتاعها، لقيته مبلول يعني. فسألت، فقالوا ان هم كانوا معقمينه، يعني رشين عليه مواد تعقيمية وكده. كانت متعصبة جدا في الوقت دوت، ولما روحت البيت كان جسمها كله تعبان، وكانت عصبية جدا مع أهلها في البيت. وإخواتها قالوا لها إنه شكلك، يعني أختها قالت لها وشك شكله مخيف جدا، مخيف، وعندك عصبية غريبة. المهم إن هي من يوم الحد لحد النهاردة التلات، وهي تعبانة جدا، مش قادرة تروح شغلها، وجسمها كله بيوجع. أنا توقعت إنه يكون الدكتورة أصيبت بشيء شيطاني بسبب المريضة اللي كانت بتعمل لها العملية. المريضة اللي بتعمل لها العملية ممكن تكون كانت مسحورة، أو عندها شياطين، والدكتورة ضرتهم بعض الضرر أو ما إلى ذلك يعني. يعني ممكن يكون المريضة كان عندها مثلا سحر لأي سبب من الأسباب، وغالبا هيكون سحر لعمل العقم. فالشياطين بتاعت السحر ديت ممكن تضر الدكتور، ممكن تضرها. أو يكون عندها مس عاشق مثلا، اللي هي المريضة، والدكتورة لما تيجي تشتغل في الأماكن دي أماكن تواجد المس العاشق دايما، اللي هي الأرحام والأماكن دي. فممكن تأذيه، وهو بالتالي تأذيه بالمشرط، أو تأذيه بالحاجات اللي هي بتعملها، فهو كمان يضرها. ده كان توقعي يعني. فسألت الدكتورة، قلت لها يعني العملية كانت صعبة؟ فقالت لي أيوة، العملية كانت صعبة جدا. كان في عند الست نزيف جامد، واضطرينا ان احنا كمان نكوي مكان النزيف عشان خاطر يتوقف، لانه مش عاوز يتوقف. وكان في صعوبة جدا في ان انا اخيط الجلد الخارجي بتاع الست ديت. فانا توقعت، قلت لها ان الاصابة ممكن تكون كان سببها ان المرأة نفسها كانت مصابة. قالت لي هي الست كان عندها عقم بقاله 5 سنوات، متزوجة من 5 سنوات، ولا تحبل ولا تنجب يعني. فهنا تأكد عندي الموضوع ان الست فعلا مصابة بسحر، والسحر ده هو اللي عمل لها العقم. ان هي ممكن تكون بدأت تعمل بعض العلاجات اللي خلتها تقدر ان هي تحمل، ولكن كان في مشكلة بقى في ان هي تنجب. توقعت ان ممكن يكون الشيطان اللي كان موجود عندها دوت عاوز يعني يقتلها او يقتل الجنين. ففعلا الدكتورة قالت لي انه الجنين كان ملفوف، الحبل السري ملفوف عليه بطريقة غريبة، وكان ممكن فعلا الجنين وامه يموتوا في العملية دي فعلا، لانها كانت صعبة جدا. المهم، يعني قلت ان التوقعات بتاعتي ان شاء الله تكون صحيحة. وبناء عليه الدكتورة بسبب عملها العملية ديت، فهي أفسدت عمل بيعمله شيطان السحر دوت، أو إن هي أذت شيطان عاشق موجود في الجسم، أضرته سواء كان بالمشرط أو بالكي. فبناء عليه نعمل جلسة الرقية على المعلومات ديت يعني، أو على التوقعات دي. بدأت أقرأ على الدكتورة بدأت جسمها يسخن جدا، المنطقة بتاعت الكاهل اللي هي الرقبة من ورا، المنطقة العالية اللي بين الرقبة والظهر،
بدأت تسخن ويطلع منها حرارة شديدة، وبدأت تشعر بوجع في إيديها ورجليها مش قادرة تحركهم. فهنا عرفت إنه الشيطان حاضر. فكنا في البداية يعني وكلمته، فهمته إنه إن أنت الدكتورة ما كانتش قاصدة. أنا كلمته وما ردش عليا، لكن أنا عارف إن هو سامعني طالما إن حصل الأعراض دي كلها في جسمها، فهو فعلا سامعني. إن الدكتورة ما كانتش قاصدة إن هي تأذيه. يعني أنت ممكن تكون دخلت جسم الدكتورة تلبست بيها وبتأذيها لأنها أذتك في أثناء العملية. هي الدكتورة بتؤدي عملها، الدكتورة لا تراك، مش شايفاك. أنت ممكن تكون أنت مؤذي للمرأة المصابة وأذاك المشرط بتاع الدكتورة أو أذاك الكي بتاع الدكتورة، ولكن بدون قصد. هي ما تقصدش إن هي تأذيك، أنت موجود عند المريضة بأي سبب من الأسباب، والدكتورة مش قصدا إن هي تأذيك. ودعيته إلى إنه هو يخرج، وإنه هو كمان هو مظلوم والدكتورة مظلوم. ممكن يكون هو كمان مظلوم والدكتورة مظلومة. ممكن يكون كمان هو كان بيدافع عن حد من أهله أو أقربائه أو إخوانه اللي كانوا موجودين في جسم المرأة المصابة، وحصل لقريبه دوت أو لصاحبه أو لمعرفته دوت حصل له أي أذى من الدكتورة وهو جاي ينتقم من الدكتور. كل دوت الدكتورة ملهاش فيه أي ذنب. الدكتورة بتأدي عملها، والدكتورة مش شايفاه ولا تعرف إن هو موجود، ولا في نيتها إن هي تأذي أي حد موجود في الجسم. وبفضل الله سبحانه وتعالى كان في استجابة. الدكتورة قالت لي، لأن أنا كنت عامل لها جلسة بالتليفون وهي بتسمعني وأنا مش شايفها يعني، قالت لي إن إيديها بتترفع، وبعد شوية الحمد لله الحرارة اللي في جسمها بدأت تنسحب، وقالت إن رجليها مرفوعة. إيديها الحمد لله بقت كويسة ورجليها مرفوعة، فعرفت إن هو كده نازل للرجلين وبإذن الله يخرج. وأراد ربنا سبحانه وتعالى إن هو أكرمنا وارتاحت الدكتورة تماما، وقمنا سجدنا سجدتين شكر لله سبحانه وتعالى. ارتحتي؟ قالت الحمد لله أنا كويسة. جسمك تمام؟ قالت الحمد لله ارتاح تماما جسمي. يبقى هنا الشيطان دوت لما عرف إن هي ما عندهاش أي نية ولا قصد إن هي تأذيه، استجاب بفضل الله سبحانه وتعالى وساب جسمها. اللي عاوز أقوله، مش بقول للدكاترة ما تعملوش عمليات ما تعملوش جراحات، لا، ده شغلنا زيك زي بالظبط. انت دكتور، وكتير جدا من الإصابات اللي انت بتعالجها بيكون سببها أسحار وحسد وشياطين وكده. فهتؤدي شغلك وانت معتمد على الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيدافع عنك. لكن قد يحدث إصابة، وده اللي أنا عاوز أقول لك عليه. قد يحدث إصابة. انت مصلي صلواتك وقايل اذكارك ومحصن نفسك بكلام الله سبحانه وتعالى وبعدك عن المعاصي وكل دوت، ولكن قد يحدث اصابه في الوقت دوت. غير دكتور بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، غير دكتور لا يقرأ قرآن، لا يقول اذكار، لا يحصن نفسه، فممكن الاصابه تكون شديده. وانا سمعت ان في دكاتره كتير توفوا، وانا كنت مندهش ان هم شباب يعني وبيموتوا بطريقه الناس مش بتبقى عارفه يعني دول ماتوا ليه، سكته قلبيه او كذا. فغالبا بيبقى في حاجات زي كده اهوت. فاللي عايز اقوله اعمل اللي عليك من اذكارك ومن صلواتك ومن قراءتك للقرآن وتحصيل نفسك وبعدك عن المعاصي. وفي نفس الوقت لو حصل حاجة زي كده اجري فورا على انك تتعالج بالقرآن. في الوقت دوت القرآن هينفعك جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. الغرض هنا بتاعي واضح، مش ان انا اقول لك ما تعملش عمليات وما تشتغلش، لا، انا زيك بالظبط. انا كمان بتصاب وعيالي بيتصابوا واهلي بيتصابوا، ده شيء وارد. ولكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيعاوننا وبيساعدنا. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فبنقول لك في الوقت دوت بدل ما يحصل تطورات تؤدي إلى مشاكل ضخمة جدا عندك، سواء كنت دكتور أو دكتورة، بنقول لك في الوقت ده إذا حسيت بحاجة زي كده هوت فورا الجأ للتعالج بالقرآن. وكمان عاوز أقول إنه في أثناء عملك للجراحة أو كدهوت، يا ريت يكون في مثلا في شغال حوالين منك قرآن. يا ريت يكون في قرآن مركزي شغال في المستشفى أو شغال في الغرفة بتاعت العمليات خصوصا. دوت بيساعد جدا وبيمنع الشيطان، بيسهل يعني العملية الجراحية أو عملية الولادة أو الأمور ديت. وفي نفس الوقت
بيحصنك انت من الشيطان. بيبقى الشيطان عاوز يخرج من الجسم دوت ويمشي، مش عاوز يدخل في حد تاني. ده اللي انا كنت عاوز اقوله، ودي الاهميه اللي انا اللي انا كنت شايفها وان انا لازم اقولها لحضراتكم، بالذات للاخوه الاطباء والاخوات الطبيبات. ربنا سبحانه وتعالى يحفظكم. بيحصل دوت مع الرقاه، بيحصل دوت مع الاطباء، بيحصل دوت مع بتوع الحجامه خصوصا. يعني كتير جدا من الناس اللي بيعملوا حجامه بيقولوا لي ان هم معرضين للاصابه، وان هم اتصابوا بسبب عملهم للحجامه. المشرط ممكن يؤذي الشيطان الموجود في الجسم، جلسات الحجامه ممكن تؤذي الشيطان الموجود في الجسم. فبنقول دايما يبقى في لسانك ذكر. الاخت كانت محصنه نفسها قارئه قران، وكانت بتقول اذكار وهي واقفه بتعمل العمليه، كانت بتقول اذكار، ولكن رغم كده هي اصيبت. فنقول انه في فرق بين اصابه تصيبك وانت عامل اللي عليك، فتكون اصابه ان شاء الله بسيطه وممكن يعني يتم الشفاء منها بسرعه، واصابه تانية لشخص تاني مش محصن نفسه ولا عامل اللي عليه، فتكون اصابه قاتله. خلي بالك. ربنا سبحانه وتعالى يعافيكم يا رب ويشفيكم ويبعد عنكم الشر كله، ويحفظنا واياكم من شر كل شيطان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.